السلام عليكم. من الأسئلة اللي كلشي كيسولهم ديال كيفاش نخدم كل حاجة وكيفاش نبريباري لها في هاد الوقت. اختاريت واحد 3 ديال صحابي، بعدا شكرا ليهم بزاف، اللي عطاوكم زعما أفكار اللي زوينين بزاف، وهما كانوا نجحوا بدي مونسيون تري بيان. غادي تستافدوا بزاف من هاد الأفكار هادو. صافي من قبيله وكان قاد في السكريبت غتستافدوا مزيان من هاد لا فيديو هادي. اول حاجه غادي نبداو بكيفاش تخدم الماط، كيفاش تخدم الفيزيك، كيفاش تخدم الفلسفه، كيفاش تخدم الاس في. وهاد النصائح هادو كلشي غادي يتمناو باش غتسالي الفيديو غتعرف القيمه ديالهم. غادي نبداو الشرح ديال كيفاش تخدم الماط. بديتي ولا ما بديتيش ولا اي حاجه، مهم الحاجه اللي متفقين عليها هما انك مازال عندك الوقت فين تصدرك، مازال عندك الوقت فين تجيب داك النقطة اللي بغيتي إن شاء الله، ومازال عندك الوقت فين تنجح. بديتي مازال ما بديتيش ولا راك في الوسط، المهم كامل هادشي هما كاملين متفقين باللي هذا هو أحسن وقت تبدا فيه. غادي تبدا دابا. غادي نشرحو كيفاش تخدم. غادي ندوزو نشوفو كيفاش غادي تقدر تخدم الاس في تي. الاس في تي غتبدا عندنا 4 لي شابيتر. غادي تشد كل شابيتر، غادي تفصلو مزيان وغادي تحط له ريزومي ديالك. حاول تقاد دي ريزومي، ولكن الا ما عندكش الوقت وكتشوف راسك معطل بزاف، خذ دي ريزومي من عند الناس. وكاين واحد الاستاذ اللي زوين بزاف اللي تقدر تستافد معاه بزاف، وكلشي غادي ينصحك به. اي واحد داز عنده غادي ينصحك به، اللي هو الاستاذ فارس. غادي تحاول تفهم مزيان الاس في تي، تحاول تفهمها مزيان مزيان، حيت الاس في تي راه واحد 70% ديالها فاهمه. وحاول تخدم الماكسيموم ديال لي زيكزام. وفي الاس في تي واحد الحاجه نشير ليها، اللي ما عمرني كنت شفتها في شي بلاصه اخرى، هي انه في الاس في ما تركزش على الخدمه ديال لي زيكزارسيس كثر ما تركز على شنو هو التصحيح اللي كيعطيوك الوزاره. اي امتحان راه عنده التصحيح ديالو اللي كيتعطاك معاه، ماشي التصحيح ديال شي استاذ وماشي التصحيح ديال شي بروف. ما كنصحكش بداك الشيء، حيتاش الاس في تي، لي بروف ديال الاس في تي راه كيقلب في هذاك اللي كيصحح لك. داكشي اللي عنده في لافيش ديالو هو اللي كيقلب عليه في الاجوبه ديالك، ومن تما غتستافد بزاف وغتعرف الحوايج اللي خاصك تكتب والحوايج اللي ما خاصكش تكتب. حيتاش في الاس في تي هذا هو السبب ديال علاش جبت نقطه خايبه في الاس في تي، حيتاش كنت كنكتب شي حوايج اللي ما خصنيش نكتبهم. وهذيك غادي تكون في ستوري تايم اخر في لي فيديو الجاي ان شاء الله. ومن حيتاش دابا غادي نلعبوا بزاف على الوقت، حيت ما باقيناش بزاف ديال الوقت، باقي الوقت ولكن ماشي داك الوقت اللي غتاخذ فيه راحتك. الاجوبه ديال اس في تي، حاول انا نعطيك فكره، حاول تبقى تخدم، تشد امتحان وتبقى تخدمي في عقلك، تبقى تخدمي اورالمون، وتشوف التصحيح في داك لافيش اللي قلت لك، في الريبونس اللي كتعطيهم لنا الوزاره، تشوف التصحيح وتشوف كيفاش دايره الامور، كيفاش جاوبتي على داكشي. وهكا غادي يكون عندك داكشي مركز في عقلك، ونهار الامتحان غادي تمشي وغادي تجاوب بداك الطريقه اللي كل مره كنتي كتحاول تجاوب بها، وغادي تجاوب بها ان شاء الله، وغادي تجيب نقطه زوينه. وغادي نعاودها، الاس في تي راه ماده حساسه، خصك تركز فيها وما خصكش تبقى تزيد من راسك. وهذا هو المشكل اللي كان واقع لي، ما خصكش تبقى تزيد من راسك، وخصك تكتب غير داكشي اللي مطلوب منك. ولا بقيتي كتخدم بزاف مع داك التصحيح ديال الوزاره وكذا، وغادي يعاونك بزاف هادشي باش تبقى تكتب غير داكشي اللي خاصك، والاستاذ اللي غادي يصح لك غادي يلقى داكشي اللي كيقلب عليه هو. غادي ندوزو للماط. الماط كما عارفين ماده ديال الفهامه، والكور مهم فيها بزاف بزاف بزاف، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه اللي غتسمح فيها في لي زيكزارسيس وغدوز الكور، حيت دابا ما باقيلكش الوقت ديال الكور وتمشي تقرا كل حاجه في الكور. نو، غادي تمشي تخدم لي زيكزارسيس، وبلي زيكزارسيس غادي تفهم كثر الكور. في الماط حاول تخدم لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس اللي عندك، الماكسيموم ديال لي زيكزام. دابا بدا في لي زيكزام صراحه، حيد على لي زيكزارسيس، حاول تخدم الماكس 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 اللي قاد عليه، وخدم وما توقفش. الماط هو الخدمه، الماط هو الولف ديال الخدمه. وهكا غادي ديفلوبا مزيان مزيان مزيان، وما غتحسش براسك حتى غتولي كتخدم اي حاجه. راه غير الا شديتي واحد 2 سيمانات ديال الماط، راه ما غاديش تبقى، ما غادي تولي كتقول واش هذا انا. حيتاش الماط بحال هكا، بشحال ما خدمتيه غادي يولي كيعجبك، وغادي تولي كتستمتع وانت كتخدمو. الا كنتي كتستمتع بشي حاجه راه غادي تخدم وما غاديش توقف، والنتيجه راه غادي تكون مشرفه ان شاء الله. بالمناسبه انا داير ماط مور الباك ديالي، هذا هو الحلم ديالي من الصغر، ديال انني ندير الماط، والحمد لله توفقت فيه. وواحد الحاجه في الماط اللي الا خدمتي بزاف غادي تشوفها في الماط، هو ان الماط ما كاينش شي سؤال في الماط كيتعطى لك هكاك. حيتاش كاملين الماط، الاسئله ديال الماط عندنا سؤال كنوجدوا به السؤال الاخر
هداك الشيء كيكون enchaîné في الأغلبية ديال الأحيان. عندك قواعد اللي في كل كور، عندك قواعد، عندك بحال لي limite usuel ولا شي قواعد اللي كيتعاودوا ديما. هادوك خصك تضبطهم وغتمشي وغتحرد الستيلو وغتبقى خدام، 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 وهكا غادي تشوف لي résultats في الماط. وحاول ما ت داك القواعد حاول ما تعطيهمش بزاف د الوقت، sinon كتبهم في الوراق وحطهم حداك ملي تكون كتخدم دابا بحال القواعد ديال لي فونكسيون ولا ديال لي ليميت. منين تبقى حط قاد ريزومي، عندي لي ليميت اوزويل وعندي لي ليميت اللي باغي نعرف انا كيفاش نحل الكونجوغي ولا كيفاش ندير داك الدلتا نخرج منها داك ليكواسيون. دونك هادو خصني نحطهم قدامي ونبقى كنخدم. ما تعطيش بزاف الوقت لداك القواعد حتى لا ما فهمتيهمش، ما تعطيهمش بزاف ديال الوقت. و وندوزو دابا للفيزيك. الفيزيك هو على عكس الماط في الكور. الفيزيك كيعتمد بزاف 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 على الكور. الا فهمتي الكور التمارين راه كاملين غادي يجيوك ساهلين، حيتاش كتعرف المبتغى ديال كل تمرين. والفيزيك راه ابليكاسيون ديال الحياة ديالنا. هادشي علاش كيعاونك من شحال ما فهمتي الكور. وواحد الحاجة الفيزيك ما كنبداوش بالتمارين الصعاب، كنبداوش لي زيكزارسيس سانتيز، كنبداو بالتمارين اللي ساهلين وكنمشيو حنا كنطلعو. وبالنسبة للتلاميذ اللي يخدموا تمارين ديال الاس بي سي يدوزو للتمارين ديال سيونس مات، حيتاش لا صعبت كاع لا صعبوا كاع داك التمارين اللي كيتعطى لكم في الفيزيك، راه غادي يكون شي تمرين قليل فين كيكون شي تمرين بحال ديال سيونس مات. في كل تمرين في الفيزيك حاول تبقى تفهم لو بوت من كل تمرين، حيتاش ما كاينش شي تمرين اللي هكا عشوائي. داكشي ابليكاسيون ديال الحياة. فهم التمرين شنو كيتسنى منك، وشنو التمرين كيتطلب مني، وشنو باغي التمرين فين باغي يوصل. هكا غادي ترسم واحد الخطة في راسك وغادي يسهل عليك توصل للأجوبة. غادي نعاود المرة الثانية وغنانسيستي عليها حتى 3 د المرات 10 د المرات انه الفيزيك هو الكور، وهو داك القواعد ضبطهم، والتمرين شنو باغي يطلب منك. هادشي غادي يعاونك بواحد النسبة ديال أكثر من 75% باش تجاوب على الأسئلة. ندوزو للفلسفة. الفلسفة فيها الهضرة بزاف، وهي اللي الأغلبية ديال التلاميذ كيكرهوها، حتى أنا كنكرهها الصراحة. علاش؟ حيتاش من ديما كيحسب لي بلي الفلسفة مادة ديال الحفظ، وما عمرني كنت زعما كان عندي شي شك في هادشي. ولكن لا، هي مادة ديال شوية ديال الأناليز وكذا، وفيها الحفظ. ما نقدروش ننكرو هاد الشي، ولكن تقدر داك الحفظ هذا تهرس منه واحد البورسونتاج اللي كبير اللي غادي تخليه الفهم وغتخليه لاناليز. وشد جوج د المجزوءات ضروري غتحط وحده منهم ان شاء الله. وشد كل مجزوءه قالت ليها واحد لانتروداكسيون ولا واحد المقدمه اللي غادي تعاونك، تبقى تدخل بها في كل مجزوءه. وديك المقدمه ديال المجزوءه ضبطها مزيان مزيان، باش في حالة ما لا قدر الله نسيتي ولا شي حاجة، هذيك المقدمة غادي تهيئك وغتعطيك القدرة أنك تقدر تكمل. فهمتي زعما تقدر تكتب وتجيب شي حوايج وتفكر بزاف د الحوايج من عقلك، وإلا كانت عندك غير المقدمة. في كل مجزوءة عندنا محاور. غادي تشد كل محور، غادي تشد كل محور غتشد ورقة بعدا غتكتب فيها كل محور من داك المجزوءة. غدير على شكل شجرة ولا اللي بغيتي، وعلى حسب التنظيم ديال كل واحد والتنظيم ديالو تقدر دير طابلو، تقدر دير اي حاجه كما بغيتي. غادي تشد المجزوءه وغادي تكتب من تحتها المحاور، وغتكتب المؤيدين والمعارضين ديال كل محور. كل فيلسوف لا اثيراتك شي قوله عنده ولا شي حاجه كتبها، ولكن ما يكونش بزاف ديك الورقه. اي واحد لا كثرتي كاع واحد 3 د الكلمات، لا قديتي ديرهم غير لشي فلاسفه، ما ديرش لكلشي باش ما تخلطش. هاد الورقه هادي غادي تكون عندها الوظيفه ديال انها ترتب لينا الافكار، حيت الذاكره ديالنا بشحال ما ترتبوا الافكار وشحال ما كانوا عندنا كنشوفوا الافكار مرتبين. الذاكره كتجيها سهله انها تاكسبتي ديك الافكار وتحطهم في العقل، وغادي يسهل عليك ديفلوبيهم نهار الامتحان. مازال باقي الوقت للفلسفه. شد كل نهار ولا يومين شد واحد المحور. في كل محور خدم واحد المقدمه وواحد الخاتمه اللي غادي تبقى خدام بهم، وغادي يعاونوك نهار الامتحان. كفكره الفلسفه حاول تبقى تقاد هادشي في الليل، وفي الصباح حاول تحيد عليك هذه الفلسفه ديال هاد البارتي ديال الحفاظه ديال الفلاسفه وكذا. غادي يعاونك بزاف هادشي باش تبقى النهار ديالك كامل عندك النهار فيه ما يدار. غادي تحيد عليك الفلسفة، يبقى قدامك غير المواد الآخرين اللي هما أبليكي باش ما تبقاش مبرزطاك. في كل محور وفي كل بالضبط عند كل فيلسوف كيكونوا عندنا دي مو كلي. هادوك لي مو كلي هما اللي خصنا نضبطوهم في كل فيلسوف. هاد لي مو كلي هما اللي غادي يعاونونا داك الكلمات الحل اللي
اللي واخا نسينا الفيلسوف نتفكروا غير داك الكلمة كتفكر كلشي ديك الساعة معاها، صافي في الآخر ديال هاد الشي غادي تلقى راسك ضابط كلشي باش غادي تسالي، في حالة ما لا نسيتي شي حاجة راه عندك داك الفيش الأولى اللي كنتي قديتي هاديك هي اللي غادي تقاد لك المعلومات، وهاد البلان هذا دونك راه مجرّب وغادي ينفعك بزاف، غادي يعاونك بزاف دونك حاول تخدم به. دونك وحاول تضبط كاع المنهجيات، حاول تضبط كاع المنهجيات القولة والنص والسؤال، حاول تضبطهم ب3 وديك الساعة غادي تكون واجد مزيان للامتحان إن شاء الله. وواحد الحاجة ديال الأمثلة ديال القولات ديال الفلاسفة ولا شي حاجة بحال هاكا، هادوك مهمين بزاف وغادي يبينوا بين الأستاذ اللي كيصحّح راك فاهم كتر وراك خدمتي كتر دونك هكاك غادي كتعطي واحد الانطباع قوي على الورقة ديالك بلي راك خدام مزيان. وأكتر حاجة كيأنسيستيو عليها كاملين هي الوقت، إلا ما تعلمتيش تجيري الوقت فراه هادشي كامل اللي درتي ما منو حتى شي فائدة. دونك وصلنا للآخر ديال الحلقة، ما تنساوش ديروا أبوني، ولا بغيتو شي سؤال راه حطوا لي السؤال في الكومونتير، غادي نحاول نجاوب على كاع الأسئلة، وتفرجوا في لي فيديو اللي دازو حيتاش غادي ينفعوكم بزاف.